احدى رحلات اليخت بتاعتنا معانا الشيخ ابراهيم هيقول لنا ايه رايه في الرحله اللي هو طلعها معانا النهارده، رحله اليخت بالاسكندريه. ما شاء الله تبارك الله، رحله كويسه ما شاء الله، ربنا يجزيكم خير ويوفقكم دايما. اكتر حاجه عجبتني ان يعني الناس في المجمل ناس ملتزمين وناس كلهم ناس مؤدبين، ناس محترمين. الاناشيد والصوتيات كلها بفضل الله عز وجل، يعني حاجات ما فيهاش مخالفات، يعني ان شاء الله عز وجل. صلى الله عز وجل يجعلها في ميزان حسناتكم. تبارك الله، في المجمل الرحله كويسه خالص ما شاء الله. طيب تحب توجه رساله للمشرفين او الناس القائمين على دور الرحله ده تقول لهم ايه؟ قال لهم جزاكم الله خير، اسال الله ان يوفقكم لكل خير. امين يا رب. تحب تقولي بقى سفير الحرمين احمد شريف؟ اسال الله ان يوفقه لكل خير. امين يا رب. الشيخ بينجز. رحلة جميلة ما شاء الله، يعني أول مرة أطلع رحلة اليخت هنا في اسكندرية، إن شاء الله برضه ما تكونش آخر رحلة. الصحبة جميلة بصراحة، ربنا يبارك فيهم جميعا. التنظيم برضه جيد جدا. رحلة جميلة جدا وممتازة وأنصح الناس يعني إنها تجرب، بجد اتبسطنا كلنا. الله يبارك لك. طيب ايه اكتر ايجابيه قابلتها في الرحله النهارده؟ اكتر حاجه عجبتك يعني في الرحله؟ إن الموضوع كله اجتماعي، يعني حاسس إن إحنا في وسط تقصد اسريه وعائلات؟ أسرية وعائلية. أيوه. طيب ايه اكتر سلبيه برضه عشان نذكر الحلو والوحش؟ لا مفيش سلبيات بصراحة. طيب اتشرف لينا وجود حضراتكم معانا والله. ليك. لا ما شاء الله اتبسطنا جدا مع حضرتك والله. بجد. حلو قوي واحنا بنلف وكده. الصحبة جميل. وايه تاني؟ تاني حاجة النظام في الطلوع والنظام في الطلوع من المية، نظام ما شاء الله عليكم يعني. ما تحرموناش على طول من الرحلة دي. الميه كانت حلوه، لا لفه كده مفيش اي حاجه ضايقتك؟ طيب الاناشيد اللي شغاله دي عاجباك ولا؟ كويسه. الاستاف اللي موجود من حيث المشرفين كويس كله تمام يعني؟ طب لو هتطلع معانا رحله تاني تتمنى ولا؟ ان شاء الله. امتى بقى اقرب ميعاد تطلع فيه؟ ايوه بكره الصبح مثلا؟ اصحيك الفجر. ماشي. بالنسبه للرحله بسم الله، الرحله كويسه جدا، مباركه جدا، التيم اللي شغال كويس جدا ما شاء الله، الناس اللي موجوده، الاسر نفسها، الجو فعلا سبحان الله، الجو مع الالتزام بيكون اقل اختلاط، بيكون اقل في المعاصي واقل في كل حاجه، بالعكس بيبقى في اكبر من الراحه النفسيه في التعامل مع الناس. تحس ان انت اسره واحده مع بعض بتتعامل مع الناس في ألفة في حب، رغم ان انت اول مره تقابلهم والحاجات دي كلها، كل ده ما بيبقاش موجود في الرحله الثانيه، فده بيبقى متوفر اكبر مع الكم اللي هو فيه الدعوي او كم الالتزام دوت، بيبقى فيه ما شاء الله الدنيا بتبقى فيها سكينه افضل وفيها اطمئنان اكتر ما بينك انت وعيالك. ومش اول مره اطلع معاك، والرحله بعد كده قبل كده الرحله بتاعت خان خديجه ما شاء الله، وبعد كده طلعنا على الجراري، الرحله من اولها لاخرها ما شاء الله تبارك الله، انا لحد دلوقتي مش ناسيها. والله ده شرف لنا وجود حضراتكم معانا. ربنا يبارك فيك يا شيخ محمد، ربنا يبارك لك طبعا، والاسره والناس اللي شغاله والناس اللي شغاله مع حضرتك ربنا يبارك فيهم. لا رحلة ممتعة جدا وجميلة، واحنا انبسطنا كلنا، يعني الناس كلها انبسطت، ونزلنا البحر واستمتعنا، وكان في مشروبات، ولا الرحلة في منتهى الروعة، واتمنى ان انا ان شاء الله اطلع رحلة تانية يخت برضو مع الشيخ، وان شاء الله بيبقى في رحلات جاية باذن الله كتير الايام اللي جاية، وان شاء الله نقدم فيها. ولا الرحلة ممتعة جدا، وجزاك الله عنا خير كل جزاء يا شيخ، وان شاء الله بالتوفيق للجميع باذن الله. لا هو البحر اكتر حاجه ممتعه يعني. لا كل واحد في حاله، يعني ما حدش بيبص لحد، ولا انا حبيت اطلع رحله اسريه عشان كده، يعني انا طلعت قبل كده رحلات مع الشباب، تلاقي ده بيبص لده وده بيبص لدي ولا الرحله الاسريه بتبقى دايما ايه، كل واحد في حاله، يعني انا والمدام مثلا في حالنا، ما لناش دعوه بحد، ما حدش بيبص لنا، حاسس بالامان. غير كده طالما الامان ده اتشال من عند اي حد، ما بتحسش ان انت قاعد في مكان مؤمن يعني. مثلا الاسبوع اللي جاي. مش بكره؟ لا مش بكره، انا مرهق جدا اصلا. تمام. ان شاء الله باذن الله شيخنا، وتشرفت بيك، وان شاء الله تبقى الايام اللي جايه كلها سعيده باذن الله، ونطلع رحلات اكتر، مش اسكندريه بس، على مطروح ودهب، ونطلع بره باذن الله.